السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده جايه لكم بفيديو حلو كده، كله نشاط، كله طاقه ايجابيه. مبدئيا كده انا مشمسه المرتبه زي ما انتم شايفين كده في البلكونه، فحبيت ان انا اصورها لكم، يعني ان هي في البلكونه. وهنا دخلت الاوضه مكركبه زي ما انتم شايفين كده، فسبتها على حالها ليها يومين. فقلت علشان اجيلكم بروتين قوي كده و يعني اديكم باور، يعني طاقة كده ان انتوا تقوموا بقى، حتى لو اوضة متكركبة معاكم تقوموا ان انتوا تنضفوا كده، تبقوا عندكم نشاط وقوة كده، ان انتوا تقوموا وتصحصحوا كده وتفوقوا عن انت تعملي الاوضة بتاعتك او البيت عامة كله كده. فهنا يلا نصلي على حبيب النبي عليه الصلاة والسلام. يا حبيبي يا رسول الله، ونقول دعائنا الجميل: اللهم انصر اخواتنا المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب. ونقول لا حول ولا قوة الا بالله. طبعا زي ما انا قلت لكم تقولوا يعني الصلاة على النبي كتير، وان انتوا تقولوا لا حول ولا قوة الا بالله. فعلى طول ان انت بتقومي كده وبصي البيت بسم الله ما شاء الله، يعني تفضلي ان انت تروقي فيه، مش بتحسي ان هو خلصتيه بسرعة من كتر ما انت تصلي على النبي. و دايما تخلي ذكر الله كده دايما على لسانك. يعني بجد والله العظيم انا يعني مش هفتي واقول لكم انا من بدري بقول الصلاة على النبي ولا حول ولا قوة الا بالله. انا بقولها بس مش دايما كنت عليها زي دلوقتي. بجد والله العظيم كنز يا بنات، كنز كنز قسما بالله. يعني دايما ان انتوا تواظبوا على الصلاة على النبي وتقولوا لا حول ولا قوة الا بالله بجد يعني. فبس يا حبيب قلبي، هنا زي ما انا قلت لكم قبل كده في الفيديوهات، اختي بتيجي تقعد هنا وبتروح في بيتنا برضو تقعد شويه، فبين هنا وهنا يعني هي وبنتها. فانا دلوقتي قاعده اسبوع عندنا، فقررت ان انا بصوا ارتب لها بقى الهدوم، واحط لها كده هدوم شوشو في الدرج من تحت ده، في ضرفه البوفيه الكومودينا. قصدي الكومودينا ده كبير ما شاء الله، فشال حاجه شوشو، وشال في الادراج، شال الكادلس بتاعها، وشال الغيارات بتاعتها، وشال حاجات الشعر، الشاور، الحمام الكريم، فده كله شالها بسم الله ما شاء الله يعني ليها. وفوق الدرج اللي فوق داتي الادويه بتاعتها، لان هي تعبانه كل شويه بتكح وكده، فايه فخطت لها الادويه، وكل شويه كمان تغير. فده كان نص هدومها هي وسخ، فكل شويه بتروح تغير وتغير ليها، كل شويه تروح تغير ليها. فليها في اليوم يمكن 5-6 غيارات. طبعا انتوا عارفين لان الاطفال زي ما لسه في سن شوشو يعني او اصغر من شوشو زي كده، فدول طبعا يعني ان انت تخافي عليهم، مش عارفين، مش مدركين ان هما ان دي المية غلط عليهم او كده. فلازم كل شويه ان انت تشوفي ابنك او بنتك كده هدومهم يعني مبلوله كده، علشان هو بجد ده بيتعبهم كمان جدا. لان بجد حتى انت هما تعبوا، انت هتتعبي كمان، لان انت مع تعب العيال انت بتتعبي في تعبهم. فبتقومي بقى كل شويه تهزي عليهم ان هما حرارتهم، ان هما الكحه معاهم ايه، فانت كمان بتتعبي مع ابنك. فانت من الاول ان انت تحافظي على ابنك، وكل شويه ان انت او بنتك كل شويه ان انت تفضلي تراقبيهم كده، تفضلي ان انت تشوفي بقى هدومهم مبلوله ولا لا وكده يا حبيب قلبي. وهنا بقى ابتديت ان انا المع السرير زي ما انتم شايفين كده، وكنست وخلصت الاوضه. هبتدي بقى اجيب المرتبه وابتدي ان انا اكيسها زي ما انتم شفتوا بقى في الاول الفيديو، كان فيها ليها كسوه كده المراتب عندنا. فابتديت ان انا ناديت على اختي وجابتها معايا لغايه هنا لغايه الاوضه وبس. فبس يا حبيب قلبي، لان هي بتتكسف ان هي تظهر، مش بتحب تظهر كتير. ليه؟ لان هي بجد لما بتكون الغزاله رايقه معاها بتظهر وكده، لكن لو لا مقلوبه فما بتظهرش يعني وكده. فبس هنا ابتديت ان انا اشدها لحالي، يعني رغم ان هي تقيله وكده، بس شلتها وعملتها والحمد لله. ربنا يديني الصحه ويدي الناس اللي هي شقيانه وتعبانه زي كده. ابتديت ان انا اجيب الملايه دي، الملايه التانية اللي زي بتاعتي، لان هي دي اطفال وكده، فواحده فرشتها هناك والتانية دي فرشتها هنا. بس يا حبيب قلبي، وابتديت هنا افرش لها كده المهير دي عشان تدفيهم بقى بالليل. وابتديت ان احط المخده والخداديه كده، وجبت قماشه علشان امسح الجزاز بتاع الشباك. وابتديت ان انا كل شويه اروح اغسلها كده علشان ابتدي ان انا المعها وتبقى كويسه ونظيفه.
لان كمان انا والله جايبه يا بنات، فاكرين المشتريات اللي انا اشتريتها، فجايبه المساحه بتاعه الجزاز دي، فان شاء الله عايزه البخاخه. لان ما ينفعش كده ان انا امسحها كده اكب الميه وافضل ان انا امسح، فلازم تكون بخاخه معايا علشان ابتدي ان انا ازيح الميه، يعني ابخ وازيح الميه كده بالحته المساحه بتاعه الجزاز كده. وهنا جبت بقى المساحه والشرشوبه، ابتديت ان انا امسح كده والمع. وخلاص هنا كده قربت ان انا اخلص الاوضه. فيا بنات يا حبايب قلبي، لو وصلت لغايه هنا يعني ما تنسوش تضغطي لي لايك، الله يسعدكم، لان بجد بجد يعني اللايكات ضعيفه جدا. وان شاء الله باذن ربنا كده اجي لكم بافكار لرمضان كده، علشان خلاص كل سنه وانتم طيبين، رمضان داخل علينا وكده. فانا عايزه اعمل افكار بقى جديده بالكراتين والحاجات الحلوه كده، والافكار الحلوه هعملها ان شاء الله كده تعجبكم، لان عايزه ازين كده البيت بحاجات رمضان ان شاء الله تكون كده تعجبكم، وبافكار انا ان شاء الله انا اللي اعملها، يعني مش ان انا اشتريها واكلف نفسي وكده، لا، حاجات ان انا اعملها ان شاء الله تعجبكم. وهعمل ركن كده للصلاة كده هادي ان شاء الله باذن ربنا كده. دعواتكم يا بنات ولايكاتكم، اللايك بتاعكم بيرفع الفيديو، فبالله عليكم اوعوا تنسوا اللايكات، لان كل ما تحطي لي لايك كل ما هترفعي لغيرك اللايك ويشوفوه يعني الفيديو. ف الله يجازيكم كل خير يا رب. بس هنا يا حبيب قلبي ابتديت ان هنا اعمل حاجه كده خفيفه، بما اني خلاص كده اخر الشهر يعني خلاص الدنيا هتسكت يعني. فبس يعني ابتديت هنا يا حبيب قلبي اعمل اكله كده شتويه حلوه كده. طبعا زي ما انتوا دلوقتي عرفتوا ايه هعمل العدس. يعني شفتوا من الاول ان انا هعمل عدس كده، طماطم، جبت بطاطس وجبت جزر، جبت نص فلفل، كان عندي شطه يعني. فابتديت ان انا اولع كده على الحله، وابتديت ان انا اقطع البصله. كنت ماسكاها بصعوبه البصله، لان انا كنت خلاص بعد ما مسحت وخلصت الاوضه ابتديت ان انا اجيب فحم عشان على البوتاجاز وكده. اتلسعت بقى في ايدي، الثلاث صوابع بتاعت ايدي اتلسعت. والله العظيم لغايه دلوقتي يعني وجعاني. فالحمد لله، قدر الله ما شاء فعل، ده بس غباء مني، لان انا اصلا كنت مولعه العين اللي قبل منها. فلما جت وجعت الفحم وكده، شلت السيخ كده بتاع البوتاجاز، وهو اساسا بوتاجاز لطخ تعبان. ان شاء الله ربنا ان شاء الله يكرمنا كده بوتاجاز كده حلو. فبس كان وجع لي ايدي خالص التلات صوابع كده. فبالعافيه ان انا ماسكه الجزره وماسكه، حتى لو تلاحظوا ان الحاجات كانت بتوجع مني. فبس انا ابتديت ان انا خطيت الجزر وخطيت البطاطس والعدس وكله كده. ابتديت ان انا اجلبه كده مع البصله، مع فصين توم زي ما انتوا شفتوا كده. كنت مطلعاه من الفريزر علبه الطحميه دي كده. احنا مفرزين فيها التوم يا حبيب قلبي، علشان يعني يبقى سهل معاكي ان شاء الله. دلوقتي هبتدي ان انا اقطع البصل كمان واعمل لكم تخزين البصل، وان شاء الله خير هيبقى لكم. يعني تخزين البصل ان انتوا تبشروه وتصفوا الميه، فده هيبقى يسهل عليكم، وهيبقى ليكم في الفريزر، يعني هيعجبكم جدا، لان هيبقى سهل عليكم ان انتوا تطلعوه وتحطوه كده على طول في الحله، وان انتوا تطبخوا بيه. هنا يا حبيب قلبي كده ابتديت ان انا اولع على الرز، وخلاص كده جلبت البصل كويس مع العدس مع الطماطم والبصل. الطماطم قطعته يعني صغير صغير كده، مكعبات صغيره. وابتديت ان انا احطه كده مع العدس، وحطيت ورق لورا، ملح، فلفل. بس ده اللي انا حطيته يا حبيب قلبي، مع نص قرن الشطه. وابتديت بقى اجلب المكونات كلها مع بعض. بجد بجد العدس اللي زي كده بجد جربوه، والله العظيم بجد مش هتندموا، حلو جدا. وهنا ابتديت ان انا اعمل الرز ما كانش فيه عندنا شعريه، انا ما بحبش الرز يبقى ابيض نهائي، حتى لو ما فيش شعريه يا بنات. انا بحب ان انا اعمل نص محمص ونص لا، يعني زي ما انتم شايفين، حبايه يعني لونها بنيه وحبايه فاتحه. انا بحب كده طالما ما فيش رز، ما فيش شعريه، يعني ما بحبوش ابيض ساده، فبحبه من النوع ده. حطيت الملح وحطيت الفلفل وخلاص، حطيت الميه يا حبيب قلبي، وخلاص ده كان اكلنا. وخلاص كده كان نهايه الفيديو، واشوفكم على خير ومع السلامه وباي يا حبايبي.